السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين ايه؟ وحشتوني يا رب كلكم تكونوا بخير وسعداء ومبسوطين ومحققين كل اللي نفسكم فيه. خلاص كده فاضل أيام قليلة كده ونخش على أجمل شهور السنة وأجمل أيام في السنة كلها. يا رب يا رب ما نطلع كده من رمضان إلا وربنا جبر خاطرنا ومحقق أمانينا ومسح أوجعنا ومحقق لكل واحد نفسه في حاجة. ربنا يحققها له كده ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا طبعا انا ديت مشتريات رمضان كده عملتها لكم، كنت عماله اجهزها لكم كده في كذا نازله. طبعا انا ما جبتش المشتريات دي كلها في يوم واحد. طبعا انتوا عارفين الفيديوهات دي، فيديو المشتريات ده من اكتر الفيديوهات اللي انا مش بحبها، يعني بحبها ومش بحبها. احنا كستات طبعا ما فيش بيت فينا يعني ما بتحبش الشوبينج. بس في ناس كتير قوي الدنيا بايظه معاها والعيشه بقت صعبه والدنيا صعبه جدا جدا جدا، وفي ناس كتير قوي مش لاقيه حتى كيس السكر. فما كنت مش عايزه اطلع كده املى لكم الرخامه بتاعتي حاجات واقول لكم يلا تعالوا شوفوا مشترياتي ومشتريات رمضان والحاجات دي جبتها. بصوا الحاجات دي انا جايباها والله العظيم تقريبا من شهر رجب، عماله اجمع لكم فيها عشان اطلع لكم. انا لما باجي اعمل فيديو المشتريات بعملها عشان احنا فاتحين قنوات، انما انتي والله العظيم انتي مشي بيتك زي ما انت عايزه، ومش كل واحد مش شرط عشان احنا فاتحين قنوات يبقى بطلع ان انا اوريكي حاجه فانتوا كلكم مجبرين ان انتوا تجيبوا نفس الحاجه. او شوش عملت تفريزات تعملي تفريزات، عملت تنظيفات تعملي تنظيفات، اشتريت مشتريات تجيبي مشتريات. في حاجات كتير قوي ينفع تستغني عنها استغني عنها. تعالي بصي، انا والله العظيم كنت قاعده كده في امان الله، صاحبتي اتصلت عليا قالت لي بقول لك ايه يا بنت، ده اهل رمضان عارفين اللي هم الخيم الكبيره اللي بتبقى في القاعات دي؟ اكيد الناس الاسكندرانيه اللي عندنا هنا في اسكندريه عارفين، احنا عندنا بياخدوا قاعات كده وبيعملوها اهل رمضان وبيبيعوا حاجات بعروض كويسه جدا وحاجات بسعر كويس جدا. لقيت صاحبتي بتتصل عليا بتقول لي بنتي يا شوشو ده فيه عروض حلوه قوي وبتاخدي لو خدتي ربع عدس هتاخدي عليه كيس سكر. قلت لها يا شيخه ما فيش منه اكيد الكلام ده. قالت لي لا والله العظيم تعالي وهتشوفي بنفسك. ما كدبتش خبر. خدت ديلي في اسناني زي ما بيقولوا، لبست ونزلت اجري، قلت اشوف العروض هي بتكذب عليا ولا بتشتغلني ولا بتعمل فيا ايه. نزلت فعلا لقيت ربع العدس عليه كيس سكر، ازازه زيت عليها كيس سكر، ربع صوبيا عليها كيس سكر. طبعا السكر ب 27 جنيه ونص. قلت يا بت بصي ما تفوتيش عرض من العروض، انا في العروض ما عنديش يما ارحميني. فرحت جايبه بقى اللهم بارك زي ما انتوا شايفين كده. جبت بقى ايه، نص فول مدشوش، جبت كيلو فول تدميس، الحاجات دي كلها من اهل رمضان. اهو ده فول التدميس كان عامل 40 جنيه. الاسعار حلوه زي ما بيقولوا، الاسعار حلوه، الاسعار حلوه. اجيب منه هاتي منه. حاجته كويسه، حاجته كويسه. يعني لو عندكم اي اهل رمضان دوت هاتي منه عادي. بصي الملكه دي كده مكرونه، كان الكيس عامل مش عارفه دوت عامل 21 جنيه. فرحت جايبه كده حوالي 4 اكياس مكرونه، خدت عليهم كيس سكر. وجبت نص فول مدشوش، جبت كيلو فول تدميس، جبت نص خروب، نص صوبيا، نص عرق سوس، جبت نص فول اللي هي الفاصوليا البيضاء، انا عندي الولاد بيحبوا الفاصوليا البيضاء. اهي ده المكرونه اللي انا بقول لكم عليها. انا بحب اجيب بكتر من المكرونه الشعريه والمكرونه الاسباجيتي والمكرونه الاقلام. انتوا عارفين بقى انا استعملي في الاقلام كتير، بحيث ان انت تعملي مكرونه نجريسكو، تعملي مكرونه بشاميل. بحب المكرونه الاسباجيتي كتير قوي. ودوت ازازه الزيت، ازازه الزيت دي كانت عامله 85 جنيه، فانا عشان كان عندي ازازه اللي هو نص لسه، بصي ازازه الزيت الحلوه دي، وعندي 2 كمان منها، فقلت اجيب 2 صغيرين، وكان عندي 2 صغيرين تاني في دولاب المطبخ فوق. كنت جايبه برده شويه حاجات، كل لما الاقي حاجه معايا بتتوفر او معايا ملمين انزل اجري اجيب حاجات للبيت. كده كده في رمضان او غير رمضان، كده كده ده بيتنا، وكده كده احنا بنجيبوا الحاجات المطلوبه مننا وبنملى بيتنا بالخير. هو شهر الخير والله، انا مش عايزه حد يشيل الدنيا هم. ربنا هيرزقكم كلكم من حيث لا تعلمون. طبعا برضو قبل ما انزل كنت مقلبه في البهارات كده، وسمعت ان الفلفل الاسود دوت غالي جدا. انا لما بحب اجيب البهارات بتاعتي بجيب البهارات بتاعتي حصى، البهارات الحصى بحس ان هي ريحتها فيها كده. طبعا عايزه اقول لكم ان انا جبت يعني انا مثلا جبت ربع الفلفل الاسود ده كان ب 80 وبال 20 جنيه. قلت له حط لي ب 5 جنيه كمون وب 5 جنيه كزبره لا ب 5 جنيه كمون وب 5 جنيه شطه وب 5 جنيه توم باودر وب 5 جنيه بصل باودر، الحبه اللي انتوا شايفينهم دول.
وطبعا هنا جبت نص كيلو العرقسوس، فلازم العرقسوس انا بحب اعمله، انا اللي بعمله في البيت، فالعرقسوس الناس اللي بتعرف تعمله وبتعرف طريقته بحط عليه كربونات. رحت جايبه ربع كيلو كربونات. لقيت المكرونه الاسباجيتي بتاعتهم ما عندهمش غير السايبه، ولقيت السايبه طبعا الذهبي كده. انا كنت عارفه من زمان، ماما الله يرحمها كانت قايله لي ان المكرونه طالما السايبه ذهبيه كده بتطلع معايا حلوه قوي. المكرونه البيضه دي مش بتبقى كويسه، بتنزل نشا كتير قوي، بيبقى فيها نشويات كتير وبتلاقيها تعجن وتلبك معاكي. وهنا بقى يا ست الكل، ده كان بابا جايبولي من هايبر، يعني كان جايب لي شويه مشتريات هتشوفيهم. كملي معايا الفيديو للاخر، واللي ما حطش اللايك حطوا لي اللايك، وما تنسنيش في الايام المفترجه الدعوه الحلوه ولكم بالمثل واكتر. فهنا بقى البلح برضو كنت كل ما انزل الاقي بلح كده، كنت جايبه كيس البلح ده ب50 جنيه، وكنت جايبه كيس تاني ما فيه البلح انواع، يعني البلح انواع. وهنا كنت جايبه ربع كيلو، ده ربع كيلو من جوز الهند. طبعا ما تسالونيش انا مش فاكره، بس انا بوريكم المشتريات اللي انا جبتها. وكنت جايبه نص كيلو قراصيه، بس الولاد عندي صحه وعافيه بيحبوا ياكلوها كده. كنت جايبه في الفيديو اللي انتوا هتشوفوه بعد ده جايبه قراصيه ومشمشيه وعين جمل، وجايبه حاجات. خلينا في اللي قدامنا ده الاول. وجبت علبه الصوبيا ديت، وجبت باكو شاي ربع كيلو. باكو شاي ربع كيلو لقيته عامل 52 جنيه، فحلوه قوي بالنسبه للعروض بتاعت اهل رمضان، بالنسبه للسوبر ماركات والهايبرات الكبيره اللي بره، بالنسبه لكده سعره حلو قوي. هنا لفه قمر الدين دي كانت عامله 85، فرحت جايبه 2. بصوا تلاقي واحده صوته شويه، قلت مش مشكله، برده العيال اللي عندي بيحبوا ياكلوها كده. انا ما بحبش وهم كمان ما بيحبوش المشروبات بتاعت قمر الدين. هم بقى بيستكفوا بالتفريزات اللي انا مفرزاها. بصوا دي بقايا كده من عين الجمل اللي كانت باقيه منهم. هم بيستكفوا بقى بالحاجات اللي انا مفرزاها، زي المانجا، الجوافه، الفراوله، كل دي الحاجات دي، البرتقال، كل الحاجات دي انا مفرزاها عندي في التلاجة، هم بيستكفوا بيها. زائد بقى الدوم، خروب، صوبيا، تمر هندي، عناب، الحاجات دي برضو بتنفع. هم بيموتوا في الصوبيا والخروب، وانا بموت في العرقسوس والتمر، اي حاجه مززه. بس فكده يعني اللي انت ناقص بيتك هاتيه. طبعا برضو لقيت عروض كده، حد فاتح عندنا بيبيع كل حاجه تتخيلوها. كان الافتتاح بتاعه من امبارح. نزلت كده، بصوا جبت كيلو من الجبنه المبشوره. طبعا انتوا عارفين بقى الميكس جبن طعمه تحفه تحفه تحفه. عيش بلحمه، بيتزا، مكرونه نجريسكو، مكرونه بشاميل. بحب ان انا احط الموتزاريلا بتاعتي، وبحب الميكس الجبن. وده الثلاثي ميكس، ده ثلاثي ميكس عباره عن جبنه شيدر، جبنه تركي، جبنه موتزاريلا، ميكس جبن كده مع بعض، حاطين في الكيس الاحمر ده. كان عامل نص كيلو عامل 75 جنيه. وكيس الموزاريلا الكيلو دوت، طبعا الناس اللي مجربه الحمد وطارق وفريش، منتجات فريش والطارق والحمد حلوه جدا من الموزاريلا، فدوت كان عامل 165 جنيه. فرحت جايبه الكيلو الموزاريلا ده. وكيلو المبشور كان عامل 115 برضو كيلو المبشور. فحلو جدا جدا اسعارهم ولا في الخيال. يعني الحاجات دي كلها كلفتني 4000 جنيه. يعني انتوا متخيلين 4000 جنيه وان انا ما صرفتهمش. انا مش بصرف ال 4000 جنيه، لا، انا نزلت بيوم مثلا ب 1000 جنيه ونزلت تاني يوم ب 1000 جنيه. طبعا هنا كنت جايبه بقى ايه المكرونه. برضو كل ما بلاقي مكرونه كده والسعر كويس والعرض كويس بجيب، ما ببخلش. اروح كده الاقي الناس واقفه زحمه. ايه يا جماعه انتوا زحمه على ايه؟ الناس دي كلها يقولوا لي ده في عروض. والله طيب ما انا معاكم وانا وراكي، انا واقفه في الطابور. فانا بحب العروض جدا. فهنا برضو جبت ربع كيلو جوز هند. يعني انا حوالي دلوقتي جبت كيلو من جوز الهند وكيلو من الزبيب. كل مره كنت بنزل كنت بجيب ربع. دي سمنه فلاحي كنت طالباها من واحده كده بتقعد من اللي هم بتشتي دول بتوع الجشطه يا جبنه، عارفين الناس اللي هي بتقعد تحت البيت دي بالبيض والجبنه دي، فحاجتها حلوه قوي. فكنت مكلماها ان هي تجيب لي كيلو زبده كده ولا السمنه دي، فكانت جايباها لي فحلوه قوي برضو. وجبت بقى ميكستيلا. طبعا الناس اللي بتقول لي نوتيلا والحاجات المقاطعه، انا كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اجيبش حاجات من ضمن المقاطعه. فانا جبت الميكستيلا ديت. ودي طحينه. هتقولي لي طحينه في ازاز؟ هم معبين الطحينه في الهايبر، معبين الطحينه في الازاز وبيبيعوها. النص كيلو ده كان عامل 55 جنيه. والميكستيلا ديت كانت عامله مش عارفه 165 او 150، والله ما فاكره الميكستيلا كان عامل كام. بس انا جبته عشان انا بعشق الكنافه بالنوتيلا والكنافه بالمانجا وبدري مدمن نوتيلا، مدمن. انا تويتها، عارفين يعني ايه تويتها؟
وجبت ايه تاني، جبت بقى البسبوسه، قلت اجيب سميد، انا بحب ان انا اعمل البسبوسه في البيت، فجبت السميد دوت. قلت لا، الراجل ما لقيتش، قال لي ما عنديش سميد كويس، لان العطار ده اللي انا بقول لكم دايما اشكر فيه، قال لي لا بلاش تاخدي سميد من ده، هديكي كيس بسبوسه بسعر كويس جدا وجربيه وعلى ضمانتي واحلى، يا دوبك هتحطي عليها الزبدايه وشويه السمنه وهتلاقي طعمها راح في حته تانية، فجربيه دلوقتي لو انت محتاجه البسبوسه دلوقتي، خدي دوت اعمله لهم، وبعد كده هبقى اجيب لك اول ما اجيب السميد الكويس هقول لك عليه، تيجي تاخديه مني. قلت له اوكي مفيش مشكله. وجبت طبعا بليته ملح، وجايبه شكاره رز، وجايبه عندي سمنه وعندي زيتي وعندي سكري وعندي شاي وعندي قهوتي. وطبعا في الهايبر ده كان بيبيع بن سايب حلو قوي، فرحت جايبه ب 30 جنيه، وجايبه ب 30 جنيه لبن بودر عشان النسكافيه، عندي نسكافيه بليك الولاد بيحبوه برضو يشربوا كده بعد الفطار. هنا بوريكم بقى ايه المشتريات اللي كانت في فيديو تاني. هنا لفتين قمر الدين، وكنت جايبه رقاق وجلاش، ودوت ده من السرايا ماركت فلوران اللي على البحر، كان في عامل عروض كويسه برضو جدا، فدوت جبت ربع زبيب وربع جوز هند، وجبت جلاش وجبت رقاق واتنين قمر الدين وبتاعه الصوبيا ديت، وجبت خروب بقى ايه الخروب، جبت الخروب اللي هو الصوابع ده انا بحبه جدا جدا جدا، وجبت بقى ايه نص كده عين جمل ونص بندق ونص كاجو. بس الحاجات دي بقى طبعا انا ما لحقتش ان انا اصورها لكم، لان الولاد اساسا يعني هم لهطوها كده، يعني بالف هنا وشفا ليهم يا رب. وهنا بصوا المشمشيه، وده الزبيب اهو، وجبت مشمشيه وجبت قراصيا، ما بحبش التين الناشف، او هو ما بيحبنيش، استغفر الله العظيم يا رب، هو ما بيحبنيش. وكيس البلح اهو دوت كان في فيديو تاني انا كنت مصوراه كده. بتضحك على ايه؟ حرام ان احنا نقول ما بنحبش الحاجه يا بدر، لازم كل حاجه تتاكل ونحمد ربنا على كل حاجه. اضحك يا بدر، ولازم كل حاجه تتاكل. احنا خلاص داخلين على رمضان، اللي مامي تعمله هو اللي يتاكل، ما حدش يقول لا انا ما بحبش دوت وما بحبش دوت، لازم كل واحد يرضى بعيشته. اكم اكم ناس مش لاقيه ان هي تاكل، واكم ناس ان هي ما معاش ان هي تشتري، فلازم نقول للناس ايه، لازم نرضى بقليلنا، ولازم نعيش على قد ظروفنا، ولازم كل واحد بيمشي على قده. مش معنى ان انا اشوف شوشو عامله مشتريات او عامله تفريزات لازم اعمل زيها، لا، احنا بننزل المشتريات دي عشان احنا كلنا اصحاب قنوات شطورات كده، وكلنا نتشجع من بعض. اكم ناس عندها شغل مثلا بتوفر علينا وقت ومجهود كتير، فمش لازم ان انت تشوفي شوشو تعمل حاجه يبقى انت لازم تعملي، لا، عايزاكي كل واحده ما تتوتريش تقولي يا حيد انا قاعده اتفرجت عليهم الناس كلها جابت مشتريات وانا لسه ما جبتش حاجه، لا، عايزاكي تمشي حسب امكانياتك وحسب الفلوس اللي معاكي وحسب مقدرتك. اللي مش هتقدري تعمليه ومش هتقدري تشوفيه اهو البن واللبن اللي انا بقولك عليه، اللي مش هتقدري تعمليه ومش هتقدري تشتريه اعملي نفسك مش شايفاه واعملي نفسك ما خدتيش بالك، والله مش نهايه الدنيا. عايزه اقول لكم ايه تاني، زي ما قلت لكم احنا كاصحاب قنوات بنعمل الفيديوهات دي عشان الام العامله اللي بتشتغل، في ستات كتير بتشتغل وبتوفر عليها تفريزات، انا واحده من الناس حتى لو انا مش بشتغل. الفكره ان احنا كلنا بنحاول نقلل من مجهودنا مش اكتر، يعني مش عايزاكي تقفي طول النهار في المطبخ، التفريزات دي بتوفر علينا الدنيا، من خلال 10 دقايق كده واقفه في المطبخ هتلاقي نفسك جهزتي احلى اكله واحلى طبخه في الدنيا كلها. هنا كنت بوريكم السكر اللي انا جايباه، طبعا بصوا بقالي سنه عماله احوش في شويه السكر دول، ان شاء الله نتقابلوا على العيد مش هلاقي ولا فرفوت السكر، لان طبعا كنافه عايزه سكر، قطايف عايزه سكر، مشروبات طبعا عايزه سكر، الدنيا صعبه جدا، حاولي تمشي على قد امكانياتك. انا ما بطلعش ان انا اقول لكم انا جبت وجبت وجبت، طبعا اللحوم والالبان والحاجات دي انا جبت شويه البقوليات وجبت شويه، انا جبت عدس وجبت ذرة وجبت فاصوليا بيضه وجبت لوبيا وجبت فول مدشوش عشان نعمل بقى التجهيزات بتاعه السحور، جبت حاجات كتير قوي. طبعا انا مش فاكره الاسعار، كل اللي انا فاكراه ان الريسيت بتاع الاهلا رمضان دوت او الهايبر دوت كان عامل 2800 جنيه، وبواقي الحاجه جبتها حبه حبه كده، وكل اللي ما كنت انزل كنت بجيب حاجه. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى الفيديو يعجبكم، استنوني بقى في فيديو بكره ان شاء الله هنعمل تجهيزات جامده جدا، بس عايزه الفيديو ده يترفع معايا، وعايزاكم تحطوا لايكات كتير وتكتبي لي دعوه حلوه، وهتوحشوني جدا جدا جدا. الى اللقاء.